لو انت ممرض موجود في المانيا ولا قدر الله وقعت في معادلتك مرتين في الامتحان مرتين اتنين، ما تشيلش هم حاجه خالص، محلوله باذن الله. ليك ان انت تقدر تطلع بشايط تاني من ولايه جديده، وليك برضو ان انت تكمل في البلد، مش هترجع بلدك ولا حاجه ان شاء الله. اول طريقه ديت جروب ادمن تمريض مصر في المانيا شارحها على الفيسبوك، وتقدر ان انت تطلع البشايط لنفسك من ولايه تانيه. لو ما عرفتش خالص كلمني، انا هقدر ان انا اساعدك، ما تشيلش هم خالص. لو لا قدر الله اتحطيت في الوضع ده، اول حاجه تعملها ان انت تكلمني، ان شاء الله باذن الله هعرف ان انا اساعدك ونطلع البشايط ده بدون اي مقابل. طبعا انا بساعد الناس عموما في النقطه ديت، اي حد موجود في المانيا بساعده ان هو يطلع البشايط، وبقدم له على البشايط بدون اي مقابل، علشان الظروف اللي هو بيكون فيها طبعا. فانت ما تشيلش هم حاجه. تاني حاجه، لو لا قدر الله ما طلعش بشايط، وديت حاجه بسيطه يعني، حاجه نادره جدا ان هو ما يطلعش بشايط ديت، تقدر ان انت تكمل في البلد كمساعد تمريض في المكان اللي انت موجود فيه بعقد عمل كمساعد تمريض. ودي طبعا يعني ده اخر حل خالص، واركنه في الاخر ما تفكرش فيه، لانك انت كتقدر تطلع بشايط من ولايه جديده، وتقدر كمان ان انت يجي لك فول انركننج من ولايه ثانيه وانت بتقدم عليها، على سبيل المثال زي بايرن. وحصلت مع ناس كتير جدا ان هي جالها اصلا بعد ما قدمت لتاني مره، بعد ما وقعت في الامتحان مرتين اتنين، وهي بتقدم في ولايه ثانيه زي بايرن ميونخ. فانت ما تشيلش هم خالص، باذن الله خير. لو لا قدر الله وقعت في الموقف ده كلمني، انا هساعدك بدون اي مقابل، بدون اي مقابل حرفيا. ما تشيلش هم حاجه، باذن الله مش نهايه المطاف ولا حاجه. الطرق كتير والناس شرحها كتير، انا بقدر اساعدك في النقطه ديت، وهقدر اقدم لك في النقطه ديت بدون اي مقابل. ان شاء الله خير، وربنا يوفق الجميع يا رب، وباذن الله خير.